الرابع الابتدائي والمامز الجميلة اللي متابعة معانا. هاخدكم النهاردة إن شاء الله في جولة سريعة كده نعرف فيها كل نقاط الجرامر الموجودة علينا في الترم الأول بإذن الله. معاكم مستر شجران، ودي قناتي ميس إنجليزي. ياريت اللي لسه مشتركش معانا في القناة ينزل بسرعة يفعل زر الجرس ويشترك معانا عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير. هاخدكم في جولة سريعة كده جوه كتاب المعاصر هنشرح فيها كل نقاط الجرامر اللي علينا في الترم الأول. لو معاك الكتاب هتتابع معايا صفحة بصفحة، لو مش معاك اكتب ورايا ورقة وقلم واكتب ورايا كل كلمة هنقولها بإذن الله. يلا نبدأ. في الوحدة الأولى كانت أول قاعدة عندي وأسهل قاعدة عندي رابط and ورابط but. and معناها و، بتيجي عشان أربط بيها فكرتين، هنضيف فكرة للتانية هنربطهم مع بعض. يعني على سبيل المثال هقولك I eat vegetables and I exercise. أنا باكل خضار وخضروات وكمان بعمل تمارين. I play basketball and I play football. هم فكرتين اتنين، I play basketball ادي فكرة و I play football فكرة كمان. أنا بضيف الفكرة دي للفكرة دي، ربطنا بآن. طيب نيجي للرابط but معناها ولكن، بس أنا ما عملتش، يعني أنا بحب الحاجة دي ولكن في كذا. فأنا بيقول لي إيه؟ I want to play football but my leg hurts. I want to play football but my leg hurts. I want to play football هنا دي فكرة هي، و my leg hurts متناقضة مع الفكرة دي. يبقى بيجي الربط التعبير عن تناقض بين فكرتين. أنا عايز ألعب كورة لكن رجلي مش تمام، ولكن رجلي إيه؟ مش تمام. يبقى هنا طبعا كون إن رجلي فيها حاجة ده متعارض مع فكرة إن أنا بحب ألعب إيه؟ أو إن أنا عايز ألعب كورة. بيقول لي هنا I like burgers but I only eat one a week. but I only eat one a week. أنا بحب البرجرز، بحب الحاجة يعني ممكن أكلها كل يوم، ولكن أنا باكلها مرة واحدة في الأسبوع. ناخد exercise على السريع كده معايا. بيقول لي هنا choose the correct answer to complete each sentence. بيقول لي هنا I want to go swimming blank it's raining and ولا but. I want to go swimming but it's raining. ليه؟ أنا من غير طبعا أنا ماليش علاقة بالكوما. طبعا احنا فيها يقول لي but بيجي قبلها كوما. لا طبعا احنا ايه، هي طبعا بيجي قبلها كوما وكل حاجة، بس أنا مش الكوما اللي هتخليني أختار but. أنا أفكر في الجملة. أنا عايز أروح السباحة I want to go swimming it's raining الجو بيشتي. ده متعارض مع الفكرة الأولانية يبقى but. فاطمة loves ice cream blank chocolate and but هتبقى and chocolate. Number 3 after school I do my homework blank I eat dinner. and I eat dinner. Number 4 I practice basketball I walk home from school every day. and or but I practice basketball أنا بتمرن على كرة السلة. I walk home from school every day أنا بتمشى للبيت كل يوم من المدرسة. طبعا الاتنين حاجات رياضية وحاجات بتخلينا صحيين. يبقى and my dad is Egyptian my mom is French. but هنا الجملتين دول هما my dad is Egyptian. أول حاجة هتيجي في دماغك إن بابا مصري يبقى ماما مصرية. لا أنا هنا بقولك ولكن my mom is French. he speaks English blank he can't speak Chinese. and or but هتبقى طبعا but. he speaks English هو بيتكلم إنجليزي ولكن هو مش بيعرف يتكلم إيه Chinese صيني. the prefix RE البادئة RE. البريفكسز يا ولاد هي مجموعة من الحروف بتيجي قبل الكلمة، بتيجي قبل الإيه؟ الكلمة، بتدي للكلمة معنى تاني خالص. بيقول هنا RE is a prefix that can be added before the verb and give the meaning of again. طبعا هو بيتكلم على ال RE تحديدا، بيقول إن ال RE
ممكن تيجي قبل الفعل وهتديله معنى كلمة again. يعني مثلا عندي verb do معناه ايه؟ يفعل. do معناه ايه؟ يفعل. طب اما اقول لك redo يعني يعيد فعل حاجة أو يفعل مرة أخرى. عندي verb write يعني يكتب. أما أقول لك rewrite يبقى يعيد الكتابة. عندي verb paint يعني يطلي اللي هو يدهن بالزيت. طب أما أقول repaint يعني يعيد طلاء. تعالى على سبيل المثال كده بيقول لي he painted the room again يعني هو دهن الأوضة again مرة تانية. بدل ما أقول painted again ممكن أقول he repainted the room. طب عايزة أقول he cleaned his bike again ونظف الدراجة بتاعته تاني يبقى he recleaned his bike. وده طبعا كانت حاجة خفيفة كده على السريع. ونيجي للوحدة التانية وكان طبعا الجرامر بتاعها بيدور حوالين comparatives اللي هو مقارنة الصفات. comparative المقارنة بين 2 شخصين أو شيئين. أنا بتكلم هنا الcomparative خاصة بالصفات. طبعا أنت لما هتكلم عن مقارنة الصفات أو comparative لازم أعرف كم معلومة عن الصفات. ايه هي الصفات؟ الصفات دي يا ولاد جزء من اجزاء الكلام. انا عندي طبعا اجزاء الكلام اسم وفعل وحرف وصفه وحاجات كتير. تمام. نيجي للصفات. قال لي الصفه تصف الاسم وتاتي قبله. يبقى الصفه تصف الايه؟ الاسم. يبقى كده عرفنا هي مش تصف فعل. تمام. بقول a tall boy. تمام. tall اهي صفه وصفت boy اللي هو الاسم الولد. طيب لما كنا بنوصف عينين الحصان كنا بنقول ايه؟ large beautiful eyes. large اهي وبيوتفul الاتنين صفات وكانوا بيوصفوا كلمة eyes اللي هو عين. heavy bag heavy bag أو bag اسم و heavy صفة وصفت الاسم وجيت قبله. طيب 2 تأتي الصفة بعد verb to be. يبقى عرفنا ان الصفة بتيجي قبل الاسم وبعد verb to be. فاكرين لما كنا بنقول the camel is amazing. تمام. كنا بنقول crocodiles and snakes are scary. ان الكروكودايلز والسنيكس scary صح؟ ما scary صفة. طيب تالت معلومة ممكن نعرفها الصفات نوعين. عندي short adjectives و long adjectives. ده طبعا طبقا لعدد المقاطع بتاعة الصفة. الصفة ذات المقطع الواحد بنقول عليها short. زي ايه؟ زي عندي heavy، زي old، زي tall، زي fast وهكذا. دي اسمها صفة ذات مقطع واحد وانت بتنطقها هي مقطع واحد. تمام. فبقول heavy old tall fast. طيب نيجي بقى لللونج adjectives اللي هي أكثر من مقطع. زي إيه بقى عندي؟ زي عندي amazing، زي beautiful، زي interesting. شايفين وانا بكتب انا بقطع الكلمة اكتر من مقطع. فبقول amazing beautiful عندي interesting. تمام يا ولاد؟ تمام. يبقى هنا في صفات طويلة وصفات قصيرة. هنشرح احنا بقى مقارنة الصفات وهنبتدي بالصفات القصيرة. أنا بتكلم عن مقارنة يعني هيبقى عندي طرفين للمقارنة. على سبيل المثال مثلا عايزة أقارن بين مثلا الفار والفيل أهو. تمام. عايزة أقول إن الفار أصغر من الفيل. هقول إيه بقى؟ A mouse is smaller than an elephant. A mouse is smaller than an elephant. طيب عملنا ايه؟ جبنا الصفة small زودنا لها er جبنا بعديها than. يبقى بجيب الصفة ازود لها er اجيب بعديها than وطبعا بجيب طرف المقارنة الاول اهو وطرف المقارنة التاني اهو. تاني انا طبعا سبت القاعدة وهرجع لها دلوقتي بس بعد ما اخلص شرح الامثلة. يبقى هقول a mouse is smaller than an elephant. طيب انا عايزة اقول الاليفنت
هو اللي كبير أكبر من الماوس. هقول إيه أهو an elephant is الصفة إيه big. أنا عايز أقول أكبر من، هقول bigger. وهقول لك أنا عملت إيه دلوقتي، دي قاعدة مضاعفة الجي دي. ها فين than a mouse. An elephant is bigger than a mouse. بيقول لي إن الصفة القصيرة المكونة من مقطع واحد منتهية بحرف ساكن أو الوسطاني متحرك. تمام، ساكن مسبوق بمتحرك بضاعف الحرف الأخير وأزود ER زي big bigger hot hotter. تمام، أدي قاعدة أهي. طيب نيجي للمثال التاني. عندي dogs وعندي cats. أنا عايزة أقول إن cats أرفع من الدوجز. Cats are thinner than dogs. Cats are thinner than dogs. The cats are thinner. thinner منتهية بحرف ساكن قبليه متحرك، هنضاعف ال N ونزود ER than dogs. طيب أنا عايزة أقول إن الدوجز أرفع من الإليفانتس. dogs are thinner than elephants. dogs are thinner than elephants. طيب عايزين نقول إن cats لطيفة أكثر لطفا من الكلاب. the cats are nicer than dogs. the cats are nicer than dogs. nice هتلاحظ إن هي منتهية بإيه، زودنا R بس، ودي تاخدنا لقاعدة تانية إن الصفة القصيرة المكونة من مقطع واحد لو منتهية بإيه بحط R بس، زي brave braver nice nice. أوكي، طيب وناخد كمان الملحوظتين الأولانيين. أنا عندي هنا طبعا عندك الصفة القصيرة المكونة من مقطع واحد منتهية بواي قبليه ساكن زي noisy، بحول الواي لأي وأضيف ER. عندي heavy heavier، بحول الواي لأي وأضيف ER. إنما طبعا معظم الصفات بنضيف لها ER بس. نيجي بعد كده عندي long adjectives أو الصفات الطويلة. الصفات الطويلة مكونة من مقطعين أو أكثر زي dangerous interesting enormous beautiful وهكذا، exciting amazing. كل الكلام ده احنا قلناه. عندي لما باجي أقارن بقى باستخدام الصفات الطويلة هعمل إيه؟ بجيب قبلها more وبعد كده الصفة الطويلة اهي وبجيب بعدها than. بقول a snake is more dangerous than a fox. a snake is more dangerous than a fox. تمام، اهو dangerous اهي الصفة الطويلة قبلها more وبعديها than، وده طرف المقارنة الأول طرف المقارنة التاني. طب تاني crocodiles are more dangerous than fish. crocodiles are more dangerous than fish. طبعا crocodiles أكثر خطرا من الفيش are more dangerous than. ناخد مثال بسرعة كده. بيقول لي a rabbit is than a dog. is إيه؟ smaller than a dog. lions are more dangerous. cows as like than the هتبقى than cows. pizza is delicious than vegetables. more as large most صفة طويلة يبقى more delicious than. an airplane is than a bicycle. bigger big as big biggest bigger than. how is the horse? it's 88 km/h. fast long heavy all يبقى how fast. تمام. Unit 3 هتتكلم على superlative adjectives صفات صيغة التفضيل. صفات صيغة الايه؟ التفضيل. احنا طبعا عرفنا ان الصفات نوعين، احنا كده مكملين بعد الكومباراتيفز، مكملين بعد الايه؟ الكومباراتيفز كنا بنقارن بين اتنين. النهارده بقى او دلوقتي انا هفضل واحد على مجموعة، يعني المقارنة بين اكثر من اتنين. هعمل ايه بقى؟ احنا عرفنا ان الصفات نوعين short adjectives و long adjectives. انا هاخد القاعدة الاول على short adjectives. طيب بيقول لي عند المقارنة بين أكثر من اثنين تفضيل واحد على مجموعة في صفة ذات مقطع واحد نضع ذا قبل الصفة وأجيب EST بعد الصفة.
معظم الصفات هنحط the و est بعدها، ده معظم الايه الصفات. لو انا حاولت افضل الزرافة على باقي حيوانات الغابة بالصفة tall، بالصفة ايه tall، انا عايز اقول ان الزرافة اطول حيوانات الغابة، يبقى احنا قلنا هنجيب قبلها the وبعدها est، تمام؟ يبقى the tallest، يبقى the giraffe is the tallest animal. The giraffe is the tallest animal. The tallest. طيب the cheetah عايزة أفضله على بقية حيوانات الغابة بالصفة fast أهو. احنا قلنا هنجيب the وبعدها est، صح؟ أهو. The cheetah is the fastest animal. السلحفاة عايزين الصفة slow. عايز أقول إن السلحفاة أبطأ حيوان في الحيوانات كلها، هنجيب قبلها the وحط لها est. The slowest. The slowest. The turtle is the slowest animal. The turtle is the slowest animal. خلاص؟ طيب آخر حاجة عندي cat. الكات عايز أقول إن القطة ألطف الحيوانات. My cat is the nicest in our street. My cat is the nicest in our street. أنا قطتي هي الألطف في الشارع كله. طيب نيجي على صفة زي nice. N-I-C-E منتهية بالإيه؟ بالإي. جبنا قبلها the، تمام؟ وأما جينا نضيف الإي اس تي، الإي موجودة فحطينا اس تي فقط. يبقى الصفة القصيرة المنتهية بالإي هحط لها إيه؟ اس تي فقط، تمام؟ أدي أول حاجة. للاستثناءات اللي إحنا بنعملها من القاعدة. عندي إن الصفة المنتهية بحرف ساكن قبله حرف متحرك ذات مقطع واحد بنضاعف الحرف الأخير. فاكرين بيج؟ فاكرين الصفة بيج لما كنا بنزود لها الإي آر؟ نفس النظام هنا، هنحط لها إي إس تي بس هنضاعف الجي، بقول biggest biggest. طيب الصفة لو منتهية بواي قبلها حرف ساكن قلنا بنعمل إيه؟ بنحول الواي لآي وأضيف الإي إس تي، بقول heaviest happy happiest. حولنا الواي لآي وزودنا إي إس تي. طب الصفة المنتهية بإيه؟ ما باجي أزود الإس تي بحط إس تي فقط، ما بحطش إي. nice nicest brave bravest. تمام يا ولاد؟ دي الاستثناءات بتاعة القاعدة دي مع الصفات الإيه؟ القصيرة. طب مع الصفات الطويلة هنعمل إيه؟ اللي هي الصفة الأكتر من مقطع اللي هي dangerous exciting amazing. the most هجيب قبل الصفة الطويلة the most. the most. the rose is the most beautiful flower. الروز هي أجمل زهر. the lion is the most dangerous animal. أخطر حيوان هو الإيه؟ الأسد. عايز أقول مثلا إن الجمل أكثر حيوان يعني مدهش. the most amazing. the most amazing. the camel is the most amazing animal. خلاص؟ ناخد تمرين على السريع كده. بيقول لي choose the correct answer from A, B, C or D. My city is the nicer, nicest, than ولا nicest ولا nice place to live. place هو طبعا بيقارن بين مدينته وبين أي مكان. تاني the nicest. I think number 2 I think the rose is the flower. much beautiful beautiful most beautiful more beautiful هتبقى the most beautiful flower. The elephant is fattest animal. fattest قلنا بنجيب ايه قبل الصفة المضاف لها اي اس تي the، يبقى the fattest بدون ما ابص. طبعا احنا لازم يعني انا قصدي انك انت خلاص ذاكرت القاعدة فانت مغمض انت عارف انت هتختار ايه، بس احنا طبعا لازم نقرا الاختيارات كلها. the sunflower lives the longer than longest. the longest lives the longest. the rose is than the daisy. the rose is taller than taller. احنا كنا في الوحدة الأولى كنا درسنا البريفكس وقلنا ان هو مجموعة من الحروف قبل الكلمة. دلوقتي هناخد السفكس. السفكس مجموعة من الحروف بتضاف في نهاية الكلمة عشان برضو تكون كلمة جديدة. يبقى بيقول لي the suffix is a letter or group of letters added at the end of a word to make a new word.
اللاحقة هي إضافة حرف أو مجموعة من الحروف في نهاية الكلمة لتكوين كلمة جديدة. النهاردة هناخد تحديدا the suffix full. F-U-L. full السفكس ده لما بضيفه لنهاية الكلمة بيبقى معناه الكثير من. تمام؟ بيقول at the end of many adjectives it means full of. يعني عندي مثلا care دي verb واسم. verb فعل ونون اسم. care فهنا بيقول لي معناها رعاية أو يعتني. طيب أنا عايز أقول بقى يعني حريص أو حذر، قلنا careful. جابت لي حاجة تانية خالص، صفة بمعنى حريص أو حذر. عندي help يساعد. طب أنا عايز أقول ده متعاون بيساعد كتير قوي. helpful. color يعني لون. طيب ده مليان بالألوان، ألوان كتيرة. colorful صفة colorful أو colorful. color لون اسم، حولها لصفة واداها معنى تاني. use يستخدم أو استخدام اسم وفعل. عايزين نقول إيه الحاجة دي مفيدة. useful. beauty جمال. beauty يعني إيه جمال. طب جميل beautiful. تعالى بقى أطبق كده ونضيف بعض الكلمات دي أهو. عندي كلمة help هنضيف لها full هتبقى إيه helpful. عندي طبعا كلمة thank هنضيف لها full هتبقى thankful. ونيجي ليونت 4 هتتكلم على prepositions of place. حروف الجر الخاصة بالمكان أهو prepositions of place. هنيجي ناخد بعض حروف الجر. عندي خلفة behind in front of أمام. على on في in تحت under بين between. عندي بجانب next to أعلى بس مش مباشر. يعني إيه الفرق بين on and above؟ عندي above أعلى مش متلاصق بطريقة غير مباشرة، إنما عندي on على فوقها، واقفة فوقها. تمام؟ دي on above. خلاص؟ طبعا هنسأل على prepositions of place أو هنسأل على place عامة باستخدام where. طبعا لو هتسأل عن مكان يبقى where بعديها verb to be. where is your house. قال له my house is between two tall trees. my house is between two tall trees. my house هون is between two tall trees. between بين. بيقول لي هنا where is the car. الكار فين حتة قدام البيت اهي. هتبقى it's in front of the house. طب هنا بيقول لي where is the armchair. فين الارمchair؟ موجود جنب التلفزيون. يبقى ممكن نقول it's next to the TV. طيب where is the girl. البنت واقفة مستخبية ورا أخوها. يبقى she is behind the boy. she is behind the boy يعني هي خلف الولد. Unit 5 وكانت بتتكلم على demonstrative pronouns ضمائر الإشارة. طبعا هو جه بقى يعني في آخر المنهج كده وقال إيه يعني يسهل الدنيا شوية. ضمائر الإشارة طبعا احنا واخدينها من زمان قوي من سنة تانية. احنا عارفين this with that with these with those. this that these those أهيان. this that دول طبعا للمفرد singular nouns مع الأسماء المفردة. بس this near إشارة للقريب. بقول this book. طيب that far للإشارة للبعيد. بقول that book. أهو بيقول لي this bus driver is taking me to school. طبعا هو بيتكلم عنه وهو قريب منه. بيقول this bus driver is taking me to school. طيب هنا بيقول that is the water dripping from the faucet.
يبقى عرفنا ان this للإشارة للمفرد القريب و that للإشارة للمفرد الايه البعيد. يبقى this و that مع الأسماء المفرد. طب نيجي ل these و those. these and those مع الأسماء الجمع plural nouns. these and those for plural nouns. طيب these للقريب. these box بقول these box. these box بقول these mechanics work in the repair shop. طيب لو المجموعة بقى بعيدة اهو those box للإشارة للجمع الايه البعيد. those children are going to school. those children are going to school. واخر حاجة معايا unit 6 ودي قدم لي فيها وصف بعض الشخصيات بعض الوظائف كان بيعلمهم ازاي يوصفها. فهنا بيقول لي the person who looks after all the books is called a librarian. طبعا الشخص اللي بيهتم بيه the person who طبعا ضمير وصل بمعنى الذي بيجي بعد persons أو الأشخاص. بقول the person who looks after all the books is called a librarian. يعني طبعا الإجابة لازم تكون عاقل. the person who catches fish is called a fisherman. the person who tells the tourists lots of interesting information is called a tour guide أو a guide. تمام. وبكده طبعا أكون غطيت كل نقاط الجرامر اللي موجودة عندكم في المنهج بإذن الله. وأتمنى أكون فدتكم بمعلومة. وما تنسوش طبعا اللايك والشير والسبسكرايب تعمل لنا إن شاء الله عشان نستمر. وأشوفكم على خير بإذن الله في فيديوهات لاحقة. باي.